عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مطبخ اكلة سما من اكل كله بيتي وسهل ولذيذ. النهاردة باذن الله تاني فيديو لينا في تجهيزات العيد، وهنعمل مع بعض كعك العيد. هنعمل كعك العيد بطريقة سهلة والطعم لذيذ جدا جدا. يلا نبدأ بمكوناتنا وبطريقتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا كيلو دقيق خاص بالكعك والبسكوت يا حبايبي، وعليه كمان ربع معلقه صغيره ملح. عندي بقى كوبايه كبيره سمنه نباتي، نص كوبايه سمنه بلدي، ونص كوبايه زبده، كوبايه حليب دافي، تلت كوبايه سكر بودر، 4 معالق سمسم متحمص، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه كبيره خميره، ونص معلقه صغيره ريحه الكعك. وعندي كمان للحشو نص كيلو ملبن، وعليه معلقتين سمنه بلدي. يلا نبدا بمكوناتنا وبطريقتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هعملها ان انا هعجن الملبن بتاعنا كويس بالسمنه البلدي. بسم الله الرحمن الرحيم كده. احاول ان انا اعجنه لحد ما ينعم عندي. بعد ما عجنته بالطريقه ديت يا حبايبي هنحط بقى عليه معلقتين سمسم ونقلبهم مع بعض. السمسم بيدي طعم حلو قوي للكعكايه. هقلبهم بالطريقه دي كده. بسم الله. بعد ما قلبته كده يا حبايبي هجيب بقى عندنا بسم الله الرحمن الرحيم، هكوره واحده واحده كده على قد الكعكايه عشان الكعكايه تبقى صغيره بالشكل ده كده. وفي طبق عليه كيس عشان ما يلزقش في الطبق هحط كيس عشان يبقى سهل عندي وانا باخد الملبنيه بالشكل ده كده. قبل ما ابدا بالكعك لازم اعمل الملبن ويكون عندي جاهز بالطريقه دي. هعمل في الملبن كله واخلصه، وبعد كده هحطه في التلاجة يسقع لحد معجن الكعك. هنيجي بقى عشان نعمل الكعك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت طبق واسع ونزلت بالدقيق وعليه رشة الملح. هننزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم بالبيكنج باودر والخميرة والسمسم وكمان ريحة كعك والسكر البودر، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يحسن بين ايدينا يا رب. بعد ما قلبت كل المكونات الجافه مع بعض كده هنزل بقى بالسمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنعمل الكعك بتاعنا على البارد زي ما بعودكم مع بعض، ان احنا ما بحبش ان انا اقدح السمنه، انا بحب اعمله على البارد بيكون اطعم واحسن. هو مشكلته بس ان هو ما بيعيش معاكي فتره اطول، بس بيكون طعمه حلو. وكمان انا عامله ميكس المره دي من السمنه والزبده والسمنه النباتي والسمنه البلدي، يعني انا عامله ميكس من 3 انواع. ان شاء الله هيطلع معانا الكعكايه بتاعتنا ناعمه وطعمها جميل باذن الله. هنزل بالسمنه والزبده بتاعتنا بالطريقه دي كده، وهبدا بقى ان انا هقلبهم مع بعض. هبس بقى الدقيق مع السمنه النباتي والسمنه البلدي والزبده واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي الدقيق يتشرب السمنه كلها. بسم الله. بعد يا حبايبي ما بسيت الزبده والدقيق مع بعض كده، بسيت الكعك بتاعنا بالشكل ده كده. شايفين كل الدقيق اتشرب الزبده والسمنه بتاعتنا بالشكل ده. شايفين؟ اللهم صل وزد وبارك ما شاء الله. هنزل بقى باللبن الدافي. بسم الله الرحمن الرحيم. واحده واحده وهقلب. بسم الله. انا مش عايزين نعجن فيه كتير عشان ما يكونش عندنا عرق والكعكايه تطلع ناشفه. هنلم بس العجين بتاعنا. بسم الله. عندي كمان ربع كوبايه ميه دافيه هنزلها على العجين بعد ما حطيت اللبن، لان الدقيق بيختلف من دقيق
التاني يعني انا ممكن في دي بياخد كوبايه اللبن وفي دي بيحتاج كوبايه وربع. انا هنزل بربع كوبايه ميه بس، وهكمل بقيه المكونات اعجنهم كويس مع بعض. انا كده عجنت الكعك بتاعنا كله كويس، لميته كده. شايفين بسم الله ما شاء الله العجينه بتاعتنا طريه وناعمه وريحتها تجنن. كده انا اخدت كوبايه لبن وربع كوبايه ميه بس بالشكل ده. هنيجي بقى علشان نشكلها، وانا مش هسيب العجين يخمر، انا هشكله الاول وبعد كده هسيبه يخمر في الصواني. هنيجي بقى يا حبايبي بعد ما عملنا الكعكه كده، هنيجي بقى نجيب حته صغيره وبعدين هنلفها بالشكل ده كده بالطريقه دي، وبعدين هنحط فيها الملبنايه ونلفها، نقفل عليها كده بالطريقه دي، وبعدين نلفها كده كويس، نقفلها كويس علشان الملبن ما يطلعش من الجناب او يفتح ويطلع منها. هلفها كويس كده بالطريقه دي كده، وبعدين هجيب المنقاش بتاعي ده. المنقاش شايفين انا ما حبيتش ان انا اعمله السنه دي بالبصامه، انا هعمله بالمنقاش. هعمله بقى، هاجي اعمل اي نقشه كده اللي انت عايزاه، النقشه اللي انت براحتك، فنيني زي ما انت عايزه اي حاجه كده بالطريقه دي. النقشه ديت بتبقى حلوه احسن من البصامه اللي عامله زي الجاهز. لو عندك البصامه وعايزه تعملي بالبصامه مفيش فيها اي مشكله، انا حبيت اعمله بالنقشه الحلوه ديت علشان يفكرنا بايام زمان. واحط عندي في الصينيه كده، مش هدهن الصينيه اي حاجه، هسيبه عندي كده في الصينيه وارصه جنب بعض، وهسيب مسافه بسيطه جدا. هعمل معاكم كمان واحده كده، هلفه كده علشان الملبنه من جوه تبقى مجوفه، وكمان الملبن ما يطلعش من الكعكه كده. اقفل كده وهلف بالشكل ده كده كده، وبعدين هعملها النقشه اللي انت تحبيها. هنقشه كده بالشكل ده كده، كده، وهرص عندي في الصينيه زي ما انا هعمل. هخلص كل الكميه وبعد كده هوريكم هنعمل ايه. وده الكعك بتاعنا يا حبايبي. بعد ما خلصت نقش فيه هسيبه بقى يرتاح نص ساعه بس، يا دوبك يرتاح، الجو حر فانا هسيبه يرتاح نص ساعه وبعد كده هدخله الفرن. بعد ما سبت الكعك بتاعنا يا حبايبي يرتاح لمده نص ساعه، هدخله بقى الفرن على درجه حراره 180 لمده نص ساعه. احطه على الرف اللي في النص على الشبكه، هشغل الشوايه على الهادي ومن تحت على 180. هيقعد في الفرن عندي نص ساعه على نار هاديه لحد ما الكعكه تستوي وتحمر من فوق ومن تحت، وبعد كده هطلعه. وده الكعك بتاعنا يا حبايبي بعد ما طلع من الفرن. مش قادره اقول لكم على ريحته، ريحته حلوه قوي وطعمه جميل. شايفين الكعكايه محمره من فوق ومن تحت ما شاء الله، وقلبها كده الله. شايفين الملبنايه من جوه مجوفه والكعكايه مستويه ما شاء الله، طعم حلو قوي. ممكن كمان احط عليه سكر زي ما انت حابه، سكر كمان واللي ساده، سكر بيبقى طعمه حلو قوي وبثبت كمان على النقشه بتاعه الكعكايه دي عن الختامه بالشكل ده كده. احط عليه سكر. كعك العيد الدايب الطعم حكايه، جربوه من مطبخي أكلة سما، هيعجبكم قوي قوي. كنتم في مطبخ أكلة سما، من أكل كل بيتي وسهل ولذيذ وعلى قد الإيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.